فيلمنا بيبدأ يا صديقي في أفغانستان مع فرقة من الجيش الأمريكي موجودة على الأرض. واحد من الجنود بيتعصب وبيقول إن واحد غبي تماما هو السبب اللي خلاه يجي المكان ده. جندي تاني بيرد عليه فورا وبيقول له مين اللي لسه قايل إن غبي. الاتنين بيبدأوا يتخانقوا مع بعض، لكن الحقيقة إن الموضوع كله هزار. السبب إن الجنود دول بيكونوا إخوات. الأخ الكبير بدأ يشرح لأخوه الصغير القانون الأول للديناميكا الحرارية. الطاقة مش بتفنى ولا بتتخلق، فلازم تروح لحتة. لما الأغبياء دول بيعبوا عربيات الشحن بمادة وقف التسريب بيسدوا فتحات التهوية، الحرارة مش بتلاقي مخرج والضغط بيزيد لغاية ما الرادياتير بينفجر. الأخ الصغير قال له إنهم مش من المفروض إنهم يكونوا بيعملوا كده، المفروض يكونوا على خط النار. جاب سيرة برنامج تقييم واختار الرينجرز. التقديم بيبدأ في يونيو، بس الأخ الكبير مش ناوي خالص. الرينجرز جامدين قوي وهو كبير قوي على كده. قال له خلو عايز تبقى رينجر تمام اتفضل، بس الأخ الصغير عايزهم يعملوها سوا زي ما وعدوا بعض. طلب من أخوه يفكر تاني. الأخ الكبير وافق في الآخر وقال له أنا معاك. الأخ الكبير خلص إصلاح عربية وشحن وبدأ يتحرك، بس في اللحظة دي نصبوا عليهم كمين. الهجوم خلى الأخ الكبير يغمى عليه. لما صحى لقى كل الجنود حواليه ماتوا. جرى على أخوه لقى لسه بيتنفس، بس الأخ الكبير كان لسه صاحي من الكابوس ده. الهجوم ده كان من سنتين. دلوقتي الأخ الكبير وصل لبرنامج تقييم واختار الرينجرز. كل جندي هنا بياخد رقم. هو اتقدم 4 مرات قبل كده، بالعافية عدى السن المسموح بيه. المفروض يتعين قائد فريق بس هو رفض خالص. اترقم بالرقم 81. رقيب أول خاطب كل المتقدمين قال لهم هم على وشك 8 أسابيع من أقصى برامج الاختيار في العالم. قوتهم العاطفية والجسدية وكمان العقلية هتندفع للحد الأقصى. لو برحمة ربنا وصلوا للمرحلة الأخيرة هيواجهوا مهمة محاكاة 24 ساعة اسمها مسيرة الموت، والمفروض يكملوها بعبور خط النهاية. على مدى كام أسبوع كل جندي بيمر بتدريب قاسي. كل أسبوع مجموعة مش ناجحة بترجع البيت. بيوزعوا على الجنود بنادق محملة بذخيرة فارغة من كل الناس. 81 كان أحسن واحد، بس كان بياكل لوحده وما بيكلمش حد. القتال بالإيد ضرب كل واحد قبله. في يوم ده بتسأل المجموعة مين منكم 12 فعلا. في اللحظة اللي ال 81 بدأ يحكي عن انتشاره الجو اتغير. الجنديين بدأوا يتكلموا عن كمين طلبان لفرقة 81. كانوا سمعوا إنه خد نجمة فضية. في نفس الوقت نشرت أخبار على التلفزيون، ناس اكتشفت جسم ضخم بين النجوم معتقدين إنه بره مجموعتنا الشمسية ومن المتوقع يعدي جنب الأرض. الجنديين فضلوا يتكلموا عن 81 وإزاي حمل أخوه 10 كيلو متر للقاعدة. 81 لسه عنده آثار في ركبته من الهجوم ده. الجندي رقم 7 اكتشفه وهو بياخد بنادول في سر الليل. في اليوم اللي بعده 7 فك شفرة التاتو بتاعت 81 اللي مكتوب عليها دي اف كيو وعرف معناه في تمرين تدريبي على المعارك. كمان أفغانستان بدأ يعدي قدام 81 تاني بيطارده في أحلامه. كمان وصل للأسبوع الأخير في تمرين تحت المية وهما ماشيين في قاع حمام بيشيلوا أثقال. ذاكرة ضربته تاني، شاف نفسه بيجر أخوه على كتفه ورجله مكسورة جوه الحمام ده بالذات. 81 غاب عن الوعي. طلعوه بسرعة ونشفوا الماء من رئته ورجعوه تاني. الرقيب استدعى المكتب وقال له بنوصيك تعتزل الكورس فورا. 81 سأله السبب ايه؟ انا ما فشلتش في اي حاجة. الرقيب قال له المشكلة مش في القوة الجسدية، المشكلة في حالتك النفسية. انت مش بتنام ومش بتتوالف مع الباقيين. ضيعت كل فرصة تكون قائد فريق. سجلك واضح من يوم ما اتسرحت. قدمت على الار اس بي وبتقدم من ساعتها من غير توقف. 81 قال له كل اللي محتاجه ان اعبر خط النهاية. الرقيب قال له انت من اقدر المتقدمين اللي شفتهم، بس احنا عايزينك تنسحب من التمرين بإرادتك. 81 ما عملهاش وهما كمان ما طردوهوش. وصل للاختبار النهائي. المتقدمين استلموا اخر افادة مهمة بناديهم عليها محاولات اطلاق فارغ، فمش هيعرفوا يضربوا. طريقتهم هتكون مجهزة بجهاز لاسلكي واحد عشان يبلغوا تقاريرهم على مدار الساعة. في المهمة دي 81 اتعين قائد فريق بدل 7. الضباط وضحوا له انه لو عايز يبقى رينجر لازم يقود. الطيارات نزلت كل المتقدمين جوه الادغال. حسب افادة المهمة دي ارض العدو، لازم يلاقوا طيارة سقطت يدمروها، يلاقوا طيار مختطف في قرية معادية ويرجعوه. 81 قال لفريقه حاجة واحدة بس، قدامك 23 ساعة و59 دقيقة عشان تعدي خط النهاية. المتقدمين قالوا لبعض دي كانت خطبة ايه دي. رقم 7 اتقدم وعمل خطبة تحفيزية حقيقية. اتقدموا بالليل. 7 قال ل 81 الفريق ممكن يريح شوية. 81 اداهم 20 دقيقة بالظبط هو و7 هيحرسوهم. أثناء الراحة 7 حاول يعمل محادثة شخصية مع 81 بس 81 ما كانش عايز يسمع. في اللحظة دي حاجة عدت جنبهم بسرعة رهيبة. المتقدمين فكروها قصف مدفعي. 81 أمر الكل يتحرك. في الصبح لقوا طيارة جنب النهر
81 قال لهم العدو هيحاول يطلعهم بالدخان من النهر، أمرهم يبلغوا عن موقعهم، بس 57 قال إن حسب إحداثيات الإفادة موقع الهدف غلط، يبعت 100 متر، وزود على كده الاتصالات وقفت ويوصل لهم تشويش غريب. المتقدمين اتحركوا ناحية الطيارة، بس 81 شاف حاجة بتلمع في البعد راح يتفقدها لوحده. أثناء غيابه المتقدمين زرعوا متفجرات على الطيارة، بس على الناحية التانية 81 لا الهدف الحقيقي. طيارة المهمة الحقيقية كانت موجودة هنا عند الطيارة. المتفجرات اشتغلت بس ما أثرش فيها خالص، الآلة شغلت نفسها مسحت المنطقة كلها وثبتت على كل جندي، وبعدين هجمتهم. 81 أنقذ جندي في اللحظة الأخيرة، جريوا بس قدامهم جرف على طول. الانفجار اللي حصل من الآلة رماهم كلهم من فوق الجرف، المتقدمين وقعوا على الأرض بإصابات بالغة. 81 بص على الدمار وأفغانستان رجعت له تاني. نفس المشهد بالظبط، جنود بتصرخ من الألم، جندي واحد اتخرم بالكامل بغصن شجرة جرح مميت، سبع عنده إصابة شديدة في رجله، محدش فيهم عارف ايه اللي هاجمهم. الجندي اللي معلق سلكي لسه فوق على الحافة. 81 طلع لوحده عشان يرجعه، قدام لقى زميله الميت. الهجوم دمر اللاسلكي كمان. بعدين شاف جندي لسه عايش، بس الآلة اللي بقت تتحرك لقت ايده وقتلته على طول. تحت الجندي الجريح رقم 57 مات. 81 رجع وقال لهم لازم يجروا، الحاجة دي تصطادهم وهي بتتحرك، تتبع آثارهم، لازم يبعدوا عن الجرف ده. ربطوا حبل في شجرة ورموه على وش الجرف. واحد واحد بدأوا ينزلوا، نزلوا رقم 7 الجريح بالحبل. 81 وقف تحت عشان يستلموا، بس فجأة البوصلة بدأت تجن، زعق فيهم يستعجلوا، بس آلة الحرب وصلت لفوق وهجمت جندي تاني. رقم 7 وقع، الآلة اتدحرجت لحافة الجرف ومسحت المنطقة تاني. كلهم استخبوا ما عدا جندي واحد رجله دخلت في المسح، تفادوا هجمات الآلة وهربوا. هي شالت قنابل هيتك عليهم بمعجزة، نجوا من الوابل. المتقدمين وقفوا ياخدوا نفس، فضلوا يتناقشوا يمكن روسيا او يمكن الصين. 81 شاف الدم على 7 واتجمد. 7 قال له انا كويس وده عادي. 81 طلب مورفين بس الامبوله اتكسرت في الوعاء. 7 زعق فيه اعملها دلوقتي. 81 مسك عظم 7 المخلوع ورجعه مكانه. 7 غاب من الالم. 81 قال للمجموعه 57 كان صح، احداثياتهم غلط، الحاجه دي بتظهر مجال مغناطيسي بتبوظ البساط القريبه. شاف الهدف الحقيقي طياره نافوره قديمه. دلوقتي 81 اخذ القرار في قرية على بعد 8 كيلو متر. الضباط هناك املهم الوحيد هيشيلوا 7 بالتبادل. وصلوا النهر بطيار جارف، عبوره مش هيبقى سهل. 81 قال لهم يمسكوا الحبل، هيعملوا زي خط انزلاق، هو هيقطع النهر ويربطه من الناحية التانية بنفسه. 81 نط في النهر بس الطيار كان وحش، خلال ثواني اختفى. الجنديين التانيين بدأوا يهلعوا، بس 81 طلع من الناحية التانية ربط الحبل في شجرة هناك. 15 بدأ يعدي وسبع مربوط فيه، بس في النص 7 علق. 15 حاول يحرره بس حبل 7 اتفك. 81 جري ناحيتهم، كل جندي شد في الحبل عشان ينقذ 7، بس في اللحظة دي آلة الحرب ظهرت، انفجارها قطع السلك وكلهم اتنشفوا في النهر. حبل 81 اتعلق في صخرة وحبسه تحت المية، قطع الحبل وحرر نفسه. آلة الحرب مسحته وفتحت عليه النار. الطيار سحبه بعيد عنها، شاف 7 في المية ومسكه، بس النهر قدامه كان فيه شلال، كل جندي وقع من فوق. 81 مسك في 7 حتى وهم واقعين بس غاب. 60 طلع الاتنين من المية. لما آلة الحرب هجمت أول مرة على النهر 60 اتضرب وانجر بعيد مع الطيار. لما صحي كان طاف بعيد قوي، القرية اللي محتاجين يوصلوا لها لسه بعيدة 6 كيلومتر. في اللحظة دي خذت الجندي 23 اللي مات في الهجوم الأول جت طافية في النهر قدامهم. اتقدموا قدام شاف سلك ناشف متصل بقنبلة ضوئية، ده جزء من نظام المراقبة المحيطي بتاع الضباط. بس لما وصلوا القرية لقوها متدمرة بالكامل. آلة الحرب كانت هنا ودمرتها. برج تحليل اللاسلكي وقع وكل الضباط ماتوا. 81 فحص الدمار واستنتج ان آلة الحرب جت من الجبال فوق. شاف حاجة عن الكواكب على التلفزيون، يعني الحاجة دي من كوكب تاني. سمعوا صوت رقيب جريح بيلفظ أنفاسه الأخيرة. ماتوا قدامهم. الجنديين انهاروا، بس 81 قال لهم يتحركوا. 15 انفعل وقال له الضباط ماتوا واحتاجوا دقيقة واحدة بس، احنا مش زيك، احنا بني آدمين، انت تقدر تكمل للأبد وما تحتاجش حد مننا، بس مش كل واحد بطل حرب واخد نجمة فضية. 81 انفجر فيه، قال لهم انا ما وصلتش للقاعدة وقعدت على بعد 100 ياردة، اخويا الصغير مات عشان ما قدرتش اوصل له وادوني ميدالية على اسوأ يوم في حياتي. 81 تمسك تاني قال لهم انا عارف انكم بتتألموا، بس ده بقى مش بخصوصنا، ده بخصوص نوصل 7 للقاعدة ونحذر الكل ان الحاجة دي جاية. لو دبابة غطسانة في الارض وبدأوا يشتغلوا عشان يطلعوها، المكنة مش عايزة تشتغل. 15 دخل يصلحها، كان زمان ميكانيكي. الدبابة اشتغلت، ربطوها وشدوها وطلعت. 44 لقى شوية سناكس مستخبين جوه الدبابة، بدأوا يحملوا 7 في الخلف، بس في اللحظة دي القنبلة الضوئية اشتغلت. آلة الحرب قربت، لازم يتحركوا بسرعة، بس الدبابة ملهاش ذخيرة. 15 جري يجيب ذخيرة. آلة الحرب اتدحرجت وقتلته على طول. الباقي هربوا بالدبابة، ضربوا الذخيرة
الذخيرة اللي 15 جابها في آلة الحرب بس محدش نفذ. في نفس الوقت ضرباتها كانت بتمزق الدبابة، الدرع مش قادر يستحمل. آلة الحرب وقفت شوية وضربت الطريق قدامهم بالمتفجرات وفجرت الطريق كله. الدبابة نزلت على الطريق وخسرت السيطرة واتدحرجت على جنب. آلة الحرب مش باينة بس هي مستنية، ظهرت قدامهم وهجمت. الجنديين شدوا بنادق من جوه الدبابة وضربوا عليها بس ما نفعش. في الفوضى ايد 109 اتقطعت. آلة الحرب قربت ودمرت الدبابة. في المهلبية دي كلها يا صديقي 7 وقع من الدبابة، 81 مسكوا بس انفجار فصل ايده عنه، 81 حطم صخرة جنبهم ودفن آلة الحرب تحت الركام. زعف 44 وقف الدبابة بس 44 مات في الكرسي. الدبابة اتحطمت. الذاكرة ضربت 81 تاني، شاف نفسه وقع قصاد القاعدة في أفغانستان وأخوه بيموت. سمع صوت أخوه ما تستسلمش، هنا جر نفسه للدبابة المدمرة. كل زمايله ماتوا. 81 راح للركام وألف فيه دار على آلة الحرب بس لقى قطعة صغيرة بس. آلة الحرب كانت طلعت نفسها من تحت الركام على بعد شوية، كانت واقفة في الهواء وبتبعت إشارات للسماء، بتبعت وبتستقبل حاجة. بعدين 81 شاف 7 قريب منه لسه عايش بس انفجارات صغيرة بدأت حوالين الدبابة. آلة الحرب لمتها وبدأت تمسح الركام، بدأت تتحرك ناحيتهم. 81 مسك 7 وخرج بيه، طلع جبل في المطر الشديد وهو شايل 7 على ظهره بس المطر خلاه يتزحلق وسبعة وقع. 81 نزل تاني شده وبدأ يطلع تاني. ده حصل كتير. وقت مهمة الرينجرز خلص 81 وقع جنب 7 وانهار في البكاء. 7 اتكلم وقال له أنا عرفتك من أول ما شفتك في الأتوبيس، أنا كنت في تدريب مع جندي كان عنده نفس التاتو بتاعك بالظبط، انا عرفت اخوك. 7 كان بيحاول يقول له الكلمه دي طول الوقت. 81 قال له كنت فاكر لو قدرت اعبر خط النهايه عشان اخويا يمكن يساعدني انام. 7 قال له انت ما تستسلمش، ده مش فشل، ده رينجر. في اللحظه دي شعاع مسح الاله عدى عليهم ولقيتهم. 81 عمل نكته، اخويا كان هيحط لي الاله دي وقف تسريب. وهو بيقول كده شاف بخار طالع من آلة الحرب فكرها جات له. ساب 7 مستخبي وراح لمحجر قريب، جوه لقى اوناش ومتفجرات ومسدس ضوء. شغل كل الانوار في المحجر، دور على الكسرة المخروطية ولا جهاز التحكم بتاعها. آلة الحرب كانت بتتبع آثار 81 بتعدي على سكته بس 81 ضرب القنبلة الضوئية بنفسه وجذبها للمحجر بعيدا عن 7. آلة الحرب وصلت المحجر بدأت تمسح المنطقة كلها بس المتفجرات اللي كانت مزروعة تحتها اشتغلت ووقعت في الحفرة. 81 جيب الأوناش صدم آلة الحرب ودفعها على الكسارة. الصخور بدأت تتطحن جوه فتحاتها. الآلة قامت ودفعت الأوناش بس 81 كبس عليها تاني ورجعها للكسارة. الصخور كانت بمثابة وقف التسريب لآلة الحرب، سدت فتحتها بالكامل. الحرارة اتحبست جواها من غير مخرج. 81 نط من على الأوناش. آلة الحرب انفجرت، حاولت تطلق طلقة أخيرة بس فشلت. ذخيرة من الآلة المدمرة تنثرت في الأرض. 81 جري بس انفجار كبير هز المنطقة كلها. في الصبح 81 كان شايل 7 على كتفه وماشي، وصل القاعدة أخيرا. 87 دخلوا مع بعض ووصلوا بس في القاعدة العسكرية فوضى في كل حتة. الرقيب قال ل 81 إنه بس عشان يدافع عن القاعدة دي خسروا نص كتيبة، وفي آلاف زي آلة الحرب دي بره بيستعدوا لغزو عالمي. اللي ناسا كانت فاكراه كويكي بتقسم لعدد لا يحصى من الكبسولات ونزلت على الأرض كلها. كل دولة على الأرض اتحدت عشان الحرب دي. الرقيب سأل 81 سؤال، إحنا رمينا كل اللي عندنا على الآلات دي بس هم مش بيموتوا بسهولة، إزاي أنت لوحدك قضيت على واحدة من غير سلاح حقيقي؟ 81 شرح له طريقته. الرقيب قال له المعلومات دي هتنقذ أرواح كتير. لبس 81 شارات الرينجر هناك على طول، قال له لو تقدر الزمال يقدروا يسمع منك كلمة. 81 وقف وقال لهم خطبة حمست كل جندي في الأوضة. من غير ما يريح طلع مع باقي الرينجرز عشان يكملوا الحرب ضد اللي فاضل. وبكده بيخلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.